كابتن ماهر عبد العزيز اداري. يقترب النادي الاهلي من 100 عام 1907، وهادي خشبة صاحب الرصيد الاوفر والاكبر في عدد المرات يقترب من 550 مباراة. 1-2 بركات واسلام، وعلى طول اسلام بيعدي ويقرب ويحط كرة عرضية، لكن يا سلام بيطلع عماد عثمان. يتقدم وائل جمعة، فلافيو بيعدلها ويعدي، مميز في الحتة دي، وادي عماد متعب من النادي الاهلي للاستحواذ في نص الملعب. على طول معدية البركات، استلام من بركات تحت ضغط. شوفوا حضراتكم بيضطر يستخدم مهارته 1 و2 و3 بشكل حلو عشان يستحوذ على الكرة. بالفعل انتزعت اهات الجمهور وتصفيق الجماهير. المرمى 36 هدف، فازوا ب7 مباريات، تعادلوا في 8 مباريات، خسروا 11 مباراة. اهم نتائجهم الفوز على النادي الزمالك في القاهرة 1-0، بيعتبروه اكبر انجازاتهم على الاطلاق، وانذار لحسام عاشور، واخد انذار في مشكلة كبيرة كده، مفيش غير البطاقة الحمراء. ماذا سيحدث في هذا اللقاء؟ محمد عبد الوهاب وتسديدة أرضية قوية بيطلعها على طول بره الملعب وليد إبراهيم، ضربة ركنية. يمكن بركات ومعدية عالية وفيها خطورة ممكن. المعتصم بيطلع من على خط المرمى. هذه محاولة لأحمد زهران، أنشط لاعبي أسمنت اسيوط بيلعبها لحمدي صديق. يتقدم حمدي صديق مع على طول العرضيه، ونقل متعمد ولا مش متعمد؟ اعتداء او محاوله اعتداء وطالع من مرماه. غلط وليد ابراهيم، انما فيها طرد هو طالع غلط. فرقتين هيلعبوا. شوفوا مره ثانيه، ادي اسلام محمد بركات بيصطدم بيه، بيتقدم هجوميا. الناحيه الثانيه محمد عبد الوهاب خرج، ادي ميتسو وعلى طول تسديده. ادي بركات، لكن يستحق اسمنت اسيوط ومدربه جمال محمد علي التحيه على صموده امام النادي الاهلي حتى الان. وادي محاوله وعماد متعب بيعدي ويلعب العرضيه، وطارق سليمان. سيطره من النادي الاهلي، تكتل دفاعي منظم لاسمنت اسيوط. فلافيو وعلى طول بيطلع المعتصم بالله للمره الثانيه. محمد عوض، معتصم يضغط عليه وياخد ضربه حره غير مباشره، لمسه يد، وهيديله انذار. المعتصم عنده انذار، وجمهور النادي الاهلي يطالب. هنشوف، طلع الكارت الاحمر المعتصم بالله. 2 انذار وطرد زي ما قلت لحضراتكم، واخد انذار. اذا تغييرات الاهلي الثلاثه اكتملت، وادي اول ضربه راس من شادي بره الملعب. لكن كل ده تحرك عرضي، مفيش تحرك امامي زي اللي كان بيعمله بركات. شادي بيفكر يسدد من مسافه 40 يارده، لعبها في اليمين لوائل، العرضيه بيطلع على طول جمال عبد الله، رجع دخل بدل المعتصم. وادي هو ده جول، هو ده ابو تريكه. هي دي اللحظه اللي مستنيها الجمهور هنا، والجمهور قدام الشاشات عشان يحتفل مع الفراشه الطائره. محمد ابو تريكه، الفراشه الطائره في هجوم النادي الاهلي. كلمه السر نزلت مع ابو تريكه في الزمان والمكان، واقف ومستني، والعرضيه من الوضع طائرا يطير. هذه الكره حلوه من عصفور الكناريا للفراشه الطائره، تعانق الشباك، ويبتسم الجمهور الاهلاوي في كل مكان بهذا الهدف اللي يعني بقول لحضراتكم يتنفس الصعداء جمهور النادي الاهلي. 10 دقيقة من زمن الشوط الثاني، لا شيء اسمنت اسيوط. المباراة مع نقص عددي في مساحات، ومن سبوبة. شوفوا حضراتكم، شوفوا الانطلاقة، وقبل عماد النحاس وطالع وقافل عليه الزاوية الحضري. اهي مرة ثانية وثالثة بتتعاد، كان ممكن. وهذه محاولة وترتد. يا سلام يا طارق يا سليمان، والله بيرد على تألق عصام الحضري. المباراة أحلى، أجمل، أسرع من بعد ما نزل أبو تريكة ومن بعد جول. يا سلام، لقيها في إيده المرة دي طارق سليمان. هادي خشبة وزي نادر السيد، أصحاب خلق رفيع جدا ومستوى فني، وما نسمع لهمش حس زي ما بيقولوا. هذا هم دايما ما يعشقوش الأضواء، يعشقوا التألق والصمت. عموما عصام الحضري رد كورة جميلة من قدام من سبوبة، وعلى طول طارق سليمان رد، وحسن عبد الظاهر السقا، أيمن عبد العزيز، رمضان رجب،
وادي محاولة حلوة، وادي فلافيو وفرصته انما بقول لحضراتكم طارق سليمان وقافل الزاوية. طارق سليمان اهو ولو هيلعب العرضية هتعمل خطورة. وقف على كورته، عدل على قدمه اليمنى لانه مش اصحاب القدم اليسرى. لسه فلافيو نفسه يجيب جول، نفسه يعانق الشباك، نفسه ياخد صيحات الاعجاب من الجماهير. وادي احمد زهران ابرز واحد في المباراة من اسمنت اسيوط يخرج الخالية من الخسائر. 42 مباراة اذا ما انتهت هذه المباراة بهذا الفوز هيبقى 42 مباراة متتالية بلا خسارة. ادي على طول متعب بيسندها البركات. بركات هيعمل ايه؟ بركات وائل رياض. ابو تريكة يطلب الكرة انما عدت واستلم ابو تريكة وعنده مساحة فاضية، قرب من ال 18 يبحث عن متعب، عدى بنفسه استنى وعلى طول بركات. وائل رياض ينطلق من ناحية الشمال يقرب له عماد متعب 1-2 لكن يا سلام يا احمد يا صديق، لكن ياخدها مرة ثانية متعب وعلى طول لو في عرضية في جول في الشباك الخلالي على امل تعزيز التقدم. ابو تريكة استلام من ابو تريكة، بحث عن عماد متعب او وائل رياض، لعب لوائل لمسه ولعبه، عدى ابو تريكة حطها لفلافيو في الشمال، فلافيو اتلخبطت على رجله الشمال راحت لليمين مره ثانيه. يا راجل يا راجل اليمين هي الاول اهي الاول. شوف حضراتكم اهي دي اتنطرت منه كده خبطت في رجله هي مرتين يعني، فالراجل استحوذ عليها وموه على طارق ولعب مره ثانيه على محمد عوض وبركات مره ثانيه والعرضيه العاليه لكن يطلع عماد عثمان ويطلق. سيداتي انساتي سادتي حكم اللقاء حمدي شعبان. صفرة النهاية لهذه المباراة معلنا فوز النادي الاهلي بهدف وحيد سجله محمد ابو تريكة في الدقيقة 13 من الشوط الثاني.